البيوت زمان كانت سر، دلوقتي بقت ترند. البيوت زمان كانت بتتقسم بشكل بحيث ان هو يحافظ على الخصوصية، فكان في مدخل خاص بالضيوف وساحة داخلية للمنزل وكمان الممرات واماكن ما يقدرش يشوفها غير اهل البيت. وده التصميم العربي ذو الفناء الداخلي، كان قائم على فكرة الستر والفصل ما بين الخاص والعام. بس شوية بشوية ومع مرور الوقت بدأنا نكسر الحاجز ده، فبدأ يبقى فيه مثلا الصالة اللي بيبقى مفتوح عليها كل الأوض، وبعد كده ظهر فكرة الأمريكان كيتشن اللي بيبقى مفتوح على المطبخ اللي مفتوح على الصالة. مع ظهور السوشيال ميديا بدأنا نصور أجزاء من بيوتنا، نشارك الناس للروتين بتاعنا اليومي، وناخد الناس حتى جولة داخل غرف النوم والحمامات. ومن وجهة نظري السوشيال ميديا أعادت تشكيل فهمنا عن المساحة الخاصة والبيت. فزمان البيت كان مساحة للأمان وللستر، دلوقتي بقى مساحة للعرض والمشاركة. بس السؤال الحقيقي، هل دلوقتي لما احنا نفتح كل أبواب البيت على السوشيال ميديا، هل بقى جوه البيت في مساحة آمنة وستر لينا ولا لأ؟